العراق يهز أركان الفساد. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المظبوطين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم التفاصيل. شهدت الساحة العراقية تطورات متسارعة بعد حملة أمنية واسعة وصفت بأنها من أكبر حملات مكافحة الفساد في البلاد، أسفرت عن توقيف عدد من النواب والمسؤولين، بينهم النائبة هند محمد صالح حسن العباسي، في خطوة أعادت ملف الفساد إلى صدارة المشهد السياسي وسط اهتمام شعبي وإعلامي واسع. تزايدت حدة الجدل حول تداول معلومات عن العثور على عشرات الملايين من الدولارات وكميات كبيرة من الذهب داخل منازل بعض المتهمين، وتواصل الجهات القضائية والأمنية التحقيقات لكشف تفاصيل القضية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن الإجراءات تأتي في إطار حملة شاملة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية. حملة أمنية واسعة طالت نواب ومسؤولين، حيث اعتقلت السلطات العراقية هند محمد صالح حسن العباسي المنتمية إلى حزب رئيس تحالف العزم مسنى السمائري من داخل مجمع بروج ببغداد، وذلك ضمن حملة أمنية استهدفت عدد كبير من الشخصيات السياسية والبرلمانية في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملفات الفساد الواسعة.